ايه ده؟ عملت ايه؟ مش هتعملي اللي انا عايزه برضه؟ انت مفيش فايده فيك. قلت لك يا محمد الموضوع ده خلاص انتهى، وانا اصلا مش هعمل حاجه حرام، واللي عايزني يجي لي بيتي. انا مش هتعامل معاك من غير ما يكون الموضوع رسمي. رسمي ايه يا بنتي؟ هو انا هخطبك برضه؟ انا طالب منك طلب هتنفذيه معايا، هتعملي اللي قلت لك. انا سايبك تفكري لحد دلوقتي، مش راضي اعمل لك حاجه. ما تقدرش اصلا تعمل حاجه، واللي عندك اعمله، وانا مش هعمل حاجه تغضب ربنا. لا والله. طب استقبلي بقى منا دعاء، ده انت هتشوف ايام سود. اللي انت عايزه اعمله. انا مش عارفه اعمل ايه، خايفه اقول لهاني. ايه الفضايح دي؟ ايه الفضايح دي؟ مش انا يا هاني والله. مش انت؟ ايه ده صورك؟ ايوه صوري، بس صورك بالطقم البني اللي انت بتلبسيه. مش انا يا هاني، مش انا. امال مين دي؟ انت عارف اختك يا هاني، انا اعمل كده؟ يا بنت ده صورتك. ده محمد يا هاني، محمد. محمد مين؟ محمد يا هاني اخو صاحبك. محمد لما جه مع صاحبك. ايه اللي صورك معاه؟ والله العظيم ما اتصورت معاه، احلف لك بالله. اعمل لك ايه تاني؟ ازاي يعني؟ هنصدقك ولا نصدق عينيا؟ لا تصدقني انا، ما تصدقش عينك. دعاء قولي لي الحقيقه، ايه اللي بينك وبين محمد ده؟ والله العظيم ما في حاجه، ده محمد كان عايزني ان انا اتكلم معاه واطلع وادخل معاه. ينزلك صوره كده عشان هو قال لي ما هعمل. انت شايف انت لابسه يا بنتي؟ طب اسمعني، هو قال لي لو ما عملتيش ده انا هنزل الصور، انا هعمل حاجه مش هتيجي على بالك. انا ما اعملش ده اذا كان انا ما رضيتش ان انا اتكلم معاه، وبعدت وقلت له اللي عايزني يجي لي بيتي. هتثبتي لي ازاي الكلام ده؟ لا انا مش هثبت لك. امال ايه؟ طب هقول لك على حاجه، انا هعمل مكالمه دلوقتي وهسمعك. سمعيني. خلصي. مش صوت بقى. ايه رايك بقى؟ ما كملتش دقيقه واحده والموضوع كان خالص معايا. بعت الصور لاخوكي، وانت الصور الصراحه كانت عجباني قوي، فقلت لك فكري. سبت لك فتره تفكري، وانت طبعا ما فكرتيش. فبراحتك بقى استقبلي، ده انت لسه هتشوفي حاجات اسود من كده. والله يا حيواني هنوديك في داهيه، المكالمه مسجله وهنروح مباحث الانترنت وهنبلغ فيك يا حيوان. عشان قلت لك ثق في اللي عندك. دلوقتي بقى موضوع الابتزاز بقى سهل جدا، والاي اي ما سابش حاجه، ودلوقتي بقى البرامج بتاعه البرمجه اصلا لوحدها كارثه، والشباب دلوقتي بقت دماغها متفتحه زياده عن اللزوم. طب نعمل ايه يا دعاء؟ صدق اللي عندك وتصدق تربيتك، ولو في شك 1% حطها تحت النظر، بس مش تقول لها ان انت مصدق. صدقوا اللي عندكم، صدقوا تربيتكم، صدقوا ان دلوقتي الفبركه بقت على العلن. مش موضوع ان بنت ما تنزلش صورها على السوشيال ميديا. طب ما احنا بننزل الصور عشان ده شغلنا، بس احنا عارفين احنا لابسين ايه، عارفين احنا بنعمل ايه، اللي معانا اللي في بيتنا عارف احنا عاملين ازاي. ما نقدرش نعمل حاجه زي دي. دلوقتي الشباب الصغيره بالذات الموضوع ده عشان بيجيب فلوس كتير وبيبتزوا البنات، فعشان كده بيتعلموه بسرعه. خليكوا عارفين البنات اللي عندكوا واحموهم من ابتزاز غيرهم، ولازم يكون عندكوا ثقه فيهم، وان هم لازم يجوا يقولوا لكم كل حاجه ايا كانت ايه هي. خلي بالكم من بناتكم. السلام عليكم.